النهارده هنتكلم عن الرز البسمتي. في ناس كتير بتتكلم عن الرز البسمتي اللي بتشتروه مثلا ب60 واللي بيشتروه ب100. الفرق ما بينهم هو الفكره كلها ايه؟ ضعف السعر. المهم احنا بنشتري ايه. اولا في نوعين رز بسمتي، في نوع اسمه بي ار ونوع اسمه 1121. النوع البي ار ده حبايه قصيره، بتبقى رز بسمتي هندي. تمام، برضو احنا بنتكلم كل ده في النوع الهندي. الرز البسمتي ده بيبقى هندي حبايه قصيره، ده بينفع في اكلات بتاعه السمك لان بيبقى زيوته العطريه قليله. طيب النوع الثاني 1121 ده بيبقى حبايه طويله، ده بينفع مع المشاوي. ده طبعا بيزيد 3 اضعاف حجمه. وحابين ننوه النقطه مهمه جدا، ان لازم يكون الرز البسمتي ده انت جايباه من تاجر موثوق. الفكره مش فكره السعر قد ما فكره ان البسمتي ال21 بيبقى فيه انواع تانية موجوده منه زي ال1509 وحاجات تانية موجودة نفس الحباية، فرق في ملالي بس ما بتجيبش نفس الرامي. وفي بيبقى مضروب رز بسمتي مخلط 21 على بي ار، 21 على 1509. المهم ان انت تجيبي رز بسمتي يكون مصدره موثوق علشان تستفيدي من فلوسك اللي انت دافعاها. وفي نهاية الفيديو لو عندك اي سؤال اكتب لنا في الكومنتات، وخليكي دايما مع نوفا تريد لان نوفا تريد فرق في كل حاجة.